السلام عليكم. اليوم درسنا موضوع عن جمل العشق الديرية. راح نبلش بأول كلمة وهي تسوى قلبي. تسوى قلبي إذا أجت لحالها يجي معناها المساواة للقلب. أما إذا أجت معها كلمات ثانية معها تجي مثل تسوى قلبي على الطباخ، تسوى قلبي على التنور، تسوى قلبي على النار هادية. فهون يصير معنى تسوى قلبي إنه تطبخ قلبي وتسويه، يعني تا يستوي. طبعا للمعلومة نحن المدينة الوحيدة اللي لهجتنا بالوطن العربي كله تشكل، يعني نحط كسرات فتحات ضمات بنهاية الجمل. مثل كلمة أحبك بالخليج العربي كل الدول غادي تقول أحبك. نحن عندنا مدينة دير الزور نحط لها كسرة بالنهاية تصير أحبك، أو تنقرا ياء بنفس الوقت. يعني خلينا نقولها قاعدة لحالها، اعتبروها مثل تاء التأنيث الساكنة، بس هاي ياء التأنيث الساكنة الديرية. ناخذ أول جملة غزل، طبعا هي ريفية. أحبك حب دبيك بغال تعبانة، واريد أشوفك ورا الطاحونة الخربانة. والهاي عيوني شلون قاعد بدوني، مو حق حسام الرسام يقول على المحبوب ودوني. على المحبوب ودوني، على المحبوب يا ناس، على المحبوب ودوني، على المحبوب يا ناس. حبيب وغابته طالع وانا المشتاق يا ناس. وين وردة طفي لي هالضوء ورخي لي هالبردة. تسوى قلبي على هالطول تقول انه عرق فول. تسواني السنفورة والشبيكة مقهورة، طقيت بقلبي دلميت ومعدن دل طريق البيت. أحبك أكثر من موتور الركس، وغلاتك بقلبي مثل جويزة تسمايا لطش بلعبة تتركس. واحدة مينا واحدة كنت حسبك ردة وسنسول، طلعت جيش وضيعت عمري بسبول. سلم تسلم يا عيني، سلم عليهم وسلم تسلم، سلم عليهم. وقاية الهوى الهفيت سلم. حبك بقلبي كومة ومن غلاتك ما تجي نومة، واروح فدوى لعيونك دبابة وميق وكزلومة. بالنسبة للناس يلي قامت تتابعني من غير دول أو من غير محافظات، أتمنى تكونوا استفادتهم من الدروس. وبالنسبة لأهل دير الزور، أهل الريف وأهل المدينة، أنا بصراحة يعني قام أعمل فيديوهات بس من شان أرجع لكم الضحكة يلي نحن من زمان نسيناها، لأن الشي اللي صار ببلدنا مو هين. ومن اليوم ورايح لما أريد أحكي عن أهل الريف أو أهل المدينة ما راح أضل أقول أهل الريف وأهل المدينة، أهل دير الزور، لأنه دير الزور بريفها ومدينتها هي دير الزور. والله إن شاء الله يديم الضحكة على وجوه الجميع، ودعواتكم إن أشوفكم بخير. السلام عليكم.